وهو مشى للجزائر وحنا مالنا صاحبي. المهم ما علينا. الخبر ديال اليوم هو ان بتعليمات ملكيه ساميه المغرب حرك ميزانيه خياليه ديال 300 مليار سنتيم باش يداوي خسائر ديال الفيضانات في العرائش، القنيطره، سيدي قاسم وسيدي سليمان. وبالنسبه لتوزيع هذه الميزانيه توقعيه 170 مليار سنتيم غتمشي كامله لاصلاح الطرقان والقناطر اللي تهرسوا. 77 مليار سنتيم غتخصص للناس اللي طاحوا لهم ديورهم باش يعاودوا يبنيوه، و30 مليار سنتيم غتكون دعم مباشر للفلاحه والكسابه اللي ضاعوا في فلاحتهم. وبالنسبه ل 22 مليون 22 مليار سنتيم عفوا اللي بقات غتمشي للمساعدات الطبيه، الماكله والتدخلات السريعه في الميدان وغيرها. والسلام عليكم. عاجب تعليمات ملكية. المغرب كيعلن الجماعات الأكثر تضررا بالفيضانات بأقاليم العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة. وتم إعداد برنامج وتخصيص 3 ديال ملاير ديال الدرهم من أجل المساعدات ودعم المتضررين من هذه الفيضانات هذه. الحمد لله والله يحفظ بلادنا. تهلاو.